زمان كان يومك 24 ساعة، دلوقت هو برضه 24 ساعة، بس الغريبة ان زمان كانوا بيلحقوا يعيشوا في ال 24 ساعة دول عمر كامل، واحنا بالعافية بنلحق نعمل لايك على بوست، اعمل لايك وفولو. طب ليه كل ما بتتطور بنحس ان الوقت بيجري اسرع والضغط بيزيد؟ قبل التكنولوجيا اي حاجة كانت بتاخد وقت، تكتب جواب تستنى ايام عشان يوصل، تسافر بالعربية نص يوم عشان توصل مشوار، وتستنى فيلمك المفضل في التلفزيون في ميعاده. دلوقتي رسالة واتساب في ثانية، اوبر في 5 دقايق، وفيلمك متاح 24 ساعة على منصات انت ممكن تكون مشغلها وانت مش بتتفرج اصلا. المفروض ان احنا كده نكسب وقت، بس الواقع احنا بنخسر وقت اكتر من اي جيل قبلنا. دي ظاهره اسمها تايم كومبريشن او انضغاط الزمن. كل ما السرعه حوالينا بتزيد ادراكنا للوقت بيقل. المشكله مش في السرعه نفسها، المشكله ان التكنولوجيا فتحت لك 1000 حاجه ممكن تعملها في نفس اللحظه. دماغك ممكن يفتح 5 تطبيقات مختلفين، ممكن بتلعب في نفس الوقت بتسكرول على فيسبوك، في نفس الوقت بتكلم مين على الواتساب، وتبقى بتعمل شغل على اللابتوب بتاعك وفي نفس الوقت انت فاتح ريلز على الموبايل. فبدل ما التكنولوجيا توفر لك وقتك، هي خلتك تحرق وقتك في مليون اتجاه. مالتي تاسكينج ظاهريا، بس الحقيقه ولا حاجه بتخلص. فكر كده، ايميل، شات، اجتماع، مكالمه، كل دقيقتين نوتيفيكيشن، كل ده بيحصل في نفس الساعه اللي زمان كنت بتعيش فيها كل لحظه بجد. دلوقتي الوقت بيجري لانك مش جوه اللحظه. فالتكنولوجيا مش هي اللي سرقت وقتك، انت اللي سلمتها المفاتيح. فالسر مش انك تبعد عنها، لكن تتعلم تستخدمها بوعي، تبقى فاهم انت بتعمل ايه. كل حاجه بتعملها ركز فيها وخليك فيها هي بس. عيشها بالراحه، هتلاقي الزمن رجع ياخد نفسه كده تاني.